ونشكر الإدارة على ما قامت به من جهود في استنهاضه، وبإذن الله تعالى سيعيد أمجاده من جديد. رتبت هذه القصيدة: يا عاشق البيداء شاهد من أتى البطل في ساحته شد القوة، أي نادي شد عزمه واعتلى، هذا فنجة ورمز نصر فايزين. يا عاشق البيداء شاهد من أتى البطل في ساحته شد القوة، أي نادي شد عزمه واعتلى، هذا فنجة ورمز نصر فايزين. هذا فنجة ومن جماهيره حضر مشجع الأبطال واسمه اشتهر، وشمس لونه زاهي باللون الصفر، وفي سما الميدان فوز مأكدين. شاهد التاريخ من مر الزمان كم بطولة حاز تعطيك البيان، واللقب عنوان يحكى في عمان، وعن أخباره تهز السامعين. النتائج دوم في مجد الصدارة، وشاهد الأقدام تعطيك الإشارة، من هجومه نار شبت من شرارة، من بدا لعبه بحماس اللاعبين، من بدا لعبه تشاهد من الفنون، وفي دفاعه صان خطه بالمصون، ومن هجومه خلى خصمه في جنون، وهم ضراغيم الملاعب والسنين، ومن جهاده حاول ينظف شباكه، وخلى خصمه تايه في ارتباكه، ومن هجم في ساحته تشوف اشتباكه، بالخطط والزعر قال مهاجمين. تقدم اللاعب على خط الهجوم بالبسالة والشجاعة والعزوم، شاهد الهداف في أمره يحوم، من سدد المرمى بأهداف تزين. ذاك فنجة نال من أغلى الكؤوس، وترفع الأفعال بالنصر الرؤوس، وساطع الراية وناموسه شموس، وهو باقي في ثقل الشاهدين. من حق جماهيره تعلن ابتهاجه، والسعادة تفرش الأرض بسياجه، والفرح محدود في بشاشة مزاجه، وقصة الأنجاز رمز الناصرين. والإدارة أنجزت وعد القيادة، وحازت التوفيق في نهج الريادة، والرئاسة أثبتت بصمة شهادة عبر مر الدهر وأيام السنين. ذاك مجدا ارتسم بكل الفخارة، وحال رمز العز يبقى في الصدارة، وحق نادي فنجة يعطى له عبارة أن نادي في الوطن مجد مكين. وشكرا. رجالا عاهدوا الله فصدقوا وأوفوا لخدمة هذا النادي الملكي العريق.